أي مكان فيه معلومات محتاج وسيلة لتنظيمه، وهنا بتيجي فكرة قواعد البيانات اللي هنتكلم عنها النهاردة بأبسط مثال. تخيل إنك المسؤول عن مكتبة المدرسة، عندك مئات الكتب وكل يوم في كتب جديدة بتضاف، وطلاب بيستعيروا الكتب دي وبيرجعوها تاني بعد الفترة المتفق عليها. علشان تقدر تتابع كل ده قررت تستخدم دفتر تسجل فيه البيانات دي. الدفتر ده هو قاعدة بيانات صغيرة. أول حاجة فتحت الدفتر وبدأت تنظمه على شكل أقسام. أول صفحة خاصة بكل الكتب اللي موجودة في المكتبة، الصفحة التانية فيها بيانات الطلاب اللي بيستعيروا الكتب دي، والصفحة التالتة فيها مواعيد تسليم الكتب. في الصفحة الأولى هتسجل قائمة الكتب اللي موجودة في المكتبة، كل كتاب ليه سطر خاص بيه، وتسجل عنوان الكتاب، اسم المؤلف، وعدد النسخ المتاحة. الصفحة التانية بتسجل بيانات الطلاب اللي بيستعيروا الكتب، كل طالب ليه سطر فيه الاسم، صفه الدراسي، ورقم تعريفي خاص بيه علشان تقدر تميزه. والصفحة التالتة هي صفحة المواعيد، بتكتب فيها مين استعار الكتاب، أي كتاب استعاره، وإمتى لازم يرجعه. كده ببساطة الدفتر ده بيكون نظام لإدارة بيانات المكتبة. تخيل إنك بتدير موقع أونلاين لبيع منتجات. عشان تتابع المخزون والطلبات لازم تستخدم قاعدة بيانات حقيقية. قاعدة البيانات دي متقسمة لجداول زي بالظبط الصفحات اللي كانت في دفتر مكتبة المدرسة. هيكون عندك جدول المنتجات فيه اسم المنتج، وصفه، سعره، والكمية المتاحة. هيكون في جدول للطلبات بتسجل فيه المنتجات اللي اتباعت، مواعيد الطلبات، وتفاصيل الشحن. الجدول الثالث هيكون جدول للموردين، بتتابع من خلاله الشحنات اللي دخلت من خلال الموردين دول. بالنظام ده تقدر تعرف رصيد المخزون، تلبي طلبات العملاء بسرعة، وتنسق مع الموردين من غير لخبطة. وكمان تقدر تعمل تقارير توضح لك المنتجات الأكثر مبيعا عشان تقدر تحلل المبيعات وتطور عملية البيع والتوريد. زي ما شفنا قاعدة بيانات مش مجرد جداول وأرقام، دي أداة بتخلي الشغل منظم وسهل، سواء في مكتبة صغيرة أو في شركة كبيرة. في الحلقات الجاية هنتعمق أكتر ونتعلم إزاي نتعامل مع قواعد البيانات باستخدام لغة ال SQL. لو عجبك الحلقة دي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واستناني في الدرس الجاي خطوة بخطوة لحد ما تبقى محترف قواعد بيانات.